السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير قوي. معلش انا ما بنزلش فيديوهات اليومين اللي فاتوا، ان والله كنت تعبانة جدا. الانيميا كانت مبهدلاني، يمكن لو لاحظتوا تحت عيني السواد عامل ايه. اللهم لك الحمد والشكر يا رب على نعمتك، والحمد لله على اي حاجة ربنا يجيبها، كله خير وفضل من عنده. النهارده بقى كده انا كنت الصراحة عاملة الشقة امبارح ماسكاها مسحاها، بس كان فاضل اوضه النوم فقلت اعملها معاكم كده. والمطبخ طبعا كان عند اختي امبارح وكده، وكانت الدنيا مبهدله. هنخش على المطبخ برضو نيله. يمكن الاوضه نظيفه ان ايدي فيها على طول، لكن المطبخ الصراحه من يوم واحد لو ساعه واحده ما دخلتش المطبخ بيبقى عيالي بيخلوه نيله. مسكنا كده السرير، هفرش ملايه بقى، غير الملايه خالص. ومش شجعي كده وتنشطي ويعني تحدي الملل. الجو النهارده فعلا كان تراب قوي، فحسيت ان الاوضه مطربه، رغم ان والله يعني انا ما بكملش يومين وراح شايله الاوضه. وطبعا ترتيب السرير ده يوميا. ما برتبش وانا ماشيه الصبح عشان بيبقى كلهم نايمين، بس اول ما باجي بخش لازم اروق السرير، اللي ما اقدرش اقعد على السرير كده. بفرش ملايتي اهي. صلوا على النبي يا جماعه واذكروا الله، وادعوا لي كده ربنا يحوش عني يا رب ويرزقني كمان. اني بجد الايام دي بقت صعبه قوي والله العظيم. الحمد لله على اللي احنا فيه. آه وهحاول والله انزل لكم فيديوهات وكده، بس يعني فعلا مع الحر واقف في المطبخ واصور واقف لوقت طويل وكده، بلاقي نفسي ان انا ضغط وهبطت ومش قادره. الانيميا عندي 8. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. هي والله هي كانت 8 من زمان، يعني من ايام الله يرحمها كنت اتبرع لها بدم وكده، وقالوا لي مش هينفع عشان عندك الانيميا عاليه. كده خلاص اهو بنفنش السرير. طبعا المخده دي مخدتي جميلتي، ما بعرفش انام الا عليها، ان هي فايبر وعاملاها انا على ايدي. يعني انا لو كان فايبر عندي كان مخدتين جايين مع الحاف كده فايبر، فكيتهم وعملت المخده دي بنام عليها. الاوضه كلها على بعضها ما خدتش حاجه، ان انا عندي الاوضه يعني حلوه، ولا كبيره ولا صغيره، يعني حلوه محندقه زي ما بيقولوا. شجعوني كده يا جماعه، شجعوني وادوني كده طموح ان انا اعمل حاجه. والله انا بقالي كذا يوم عايزه اقول لكم انا مش عارفه في ايه اللي بيحصل. والله يعني انا اتكلم معاكم بقى، ما في، مش عارفه في ايه اللي بيحصل. يعني عملت بيتزا، كانت جميله جدا جميله جدا، مش قادره اقول لكم على جمالها كشكل وطعم وكل حاجه. وصورتها ومنتجتها وجيت انزلها طبعا من على البرنامج اللي بنزل عليه، انا ما بعرفش انزل انا منه. فقال لي مفيش مساحه. طبعا انا نزلت شريك كارت ميموري وكده وبتاع، فجيت ان انا احط امسح حاجات قديمه عشان خاطر ان انا انزل الفيديو. مسحت. جيت اخش بقى على الفيديو اللي انا منتجاه عشان انزله، لقيته مش موجود. والله العظيم ادي مره. المره اللي قبلها اللي هو يوم الكشك ده، انا ما كنتش طبعا هنزل كشك، انا كنت عامله مكرونه بشاميل نجريسكو بالفراخ، وكنت عامله ملوخيه وعامله كشك. قعدت اصور المكرونه وانا بعملها وكده، والتليفون كان بيضلم معايا. فلقيته بعد ما خلصت بس مديني ان هو بيصور. بشيل نضارتي اهي. فمديني ان هو بيصور، فببص بعد ما خلصت وكده الاقي ان ما اتصورش الا بعد الحاجه ما اتعملت. يعني ولا اتصور البشاميل وانا بعمله على البارد زي ما بعمله، ولا اتصور اللحمه وانا بعصجها حاجه حاجه الفراخ ولا ايه، ولا اي حاجه من دي اتصورت. فطبعا برضو اتضايقت قوي، يعني تعب يومين. والله انتوا عارفين معنى ان انا هقف اعمل اكل، انا هعمل اكل بسرعه بتاع، مش هنتبه للكاميرا، مش هنتبه لحاجه، مفيش ضغط. مش هيهمني بقى الدنيا مكركبه مش مكركبه، بخلص الاكل وبعد كده بلم حاجتي براحتي. بس لا، في تصوير لازم الم حاجتي ويبقى مطبخي نضيف وتبقى حاجتي نضيفه عشان اشتغل على نظافه. طبعا لما كل ده وتعبي والاقي ان هو اتمسح، طبعا اتنكدت خالص، وقعدت برضو يومين ما نزلش، لدرجه نزلت ايه، فيديوهات قصيره. بس فالحمد لله، يعني الحمد لله. والله كانت هتعجبكم طريقه البيتزا وطريقه المكرونه بالفراخ النجرسكو دي وبالجبن، كانت تحفه جدا. بس ان شاء الله هعملها لكم تاني وانزلها لكم، وان شاء الله هيعجبكم قوي. القرص كمان عجبت اخواتي قوي قوي قوي، كلهم عايزين نعملها لهم. لما اجي اعملها لهم يتلموا معايا كده عشان اعمل لهم،
مش هقف اعمل لهم لوحدي طبعا، ابقى اصور لكم. خلاص كده انا اخر حاجه بعملها، بعمل التسريحه دي اخر حاجه. والدولاب طبعا انا من ورا الكاميرا مسكته نفضته، ومسكت الارض بقى عملتها واوريكم في النهايه، ان طبعا مش هوطي ولا كده وانا بمسح. ف عيني الحمد لله انا لابسه الاسدال، وفوق الاسدال صممت ان انا البس الخمار ان ابقى مستوره من كله في اي حاجه روتين. اللهم اجعلنا من المستورين يا رب. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه يا رب. وارزقنا يا رب ويسر امورنا يا رب، وامور امه محمد اجمعين يا ارحم الراحمين. يلا ده شرابي ده لو ده خلصت اهي بقت زي الفل. والارض مسكتها، شلت السجاد ومسحته، والدولاب زي ما شايفينه بيلمع. مسكت الخشب بقى كله بعد ما خلصت تلميع بالحته اللي انتوا شفتوها دي عامله زي القطيفه كده، بتشيل اي ترابه رفيعه. رحت بالبليج ورحت ماسكه الخشب كله عملته بالبليج، عشان كده مدي اللمعه دي. يا خراشي بصوا المطبخ بقى. عايزه اقول لكم والله العظيم والله العظيم المطبخ ده من بالليل بس. المطبخ ده من حرفيا من بالليل بس. كان عندي مبسمه اختي وانا كنت جايبه سمك والميه كانت قطعه، فضلت استنيت لما السمك جه الميه جت، وقعدت مسكت المواعين غسلتها ومش عارفه ايه، وفضيت الحوض. المواعين اللي كنت شايفينها في الصفايه قبل ما افضيها دي، وقعدت بقى فضيت الحوض عشان اعرف اغسل السمك. يعني ما كانش فيه المواعين اللي انتوا شايفينها دي كلها. اما جت بقى اختي بقى حطينا كلنا رز وسمك وسلطه وكده، وعيالها قالوا عايزين ناكل جبنه، فكلوا جبنه وبطيخ. فبقينا ندخل بقى المواعين، وانا كنت في الشغل اليوم ده، فما قدرتش الصراحه اخش على المطبخ تاني. على ما صحيت الصبح بقى، واللي كل وانا نايمه، واللي عمل شاي، واللي بقى يشرب ازازه الميه ويرميها. فما قدرتش اعمل حاجه. بس والله ما خدش معايا حاجه، دي كلها حاجات كده مش شبعها مش اكتر، يعني بحترنها في كل حته. لكن هما لو بياكلوا او بيشربوا بيرموا في الحوض هتبقى شويه صغيرين في قلب الحوض، لكن هما مبحترينهم في كل حته. شايفينه بقى زي الفل اهو. بكنس الارض بس، وهلمع الارض بشويه ديتول وخلاص، يعني شويه ميه وديتول كده وخلاص وخلصت. وتحديتي الملل وتحديتي كسلك وقمتي عملتي حاجتك. ما تنسوش يا جماعه يعني الاشتراك في القناه واللايك والشير، واتفرجوا على الفيديو عشان يجيلي عدد ساعات. انا بقالي كذا يوم عشان ما نزلتش فيديو، فوقف على 381 بس. الحمد لله يعني، اللهم لك الحمد والشكر يا رب على نعمتك عليا. قولوا ربنا رايده هيكون، يعني ربنا رايد ان انا هوصل وابقى حاجه ان شاء الله. ربنا رايد ان انا الحمد لله كده بقى. الحمد لله انا بعمل اللي عليا والباقي على ربنا. بقدر انزل فيديوهات بنزل، مش بقدر انزل فيديوهات ما بقدرش اجي على نفسي ان انا شغاله. فبقدرش اجي على نفسي الصراحه، اني انا مش قاعده على مكتب طبعا، شغلي تعب كله فما بقدرش. فالحمد لله على اللي احنا فيه. و... ونصلي على النبي. بس مش عارفه اقول لكم ايه تاني بحبكم في الله طبعا. ويا رب تكونوا بخير كده يا رب، وبصحه جيده، وكل متابعين يا رب يكونوا بخير، ويرزقهم يا رب ويرزقهم الصحه. يعني اهم حاجه الصحه، والله الصحه اهم من المال واهم من اي حاجه. انا عايزه اقول لكم بيجي عليا وقت خلاص مش قادره اعمل اي حاجه. وكده خلصت المطبخ بتاعي، وخلصت اوضه النوم اللي كانت فاضله، والشقه عملت حاجات بسيطه. والسلام عليكم.